دلالة نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 96 91%، أي 97%. دلالة هذا الرقم يعني أن الدولة المصرية والشعب المصري قرر في 3/7 أن يزيح الإخوان من الحكم وأن يزيح أمريكا وتركيا وقطر. 97% هي رسالة للعالم يقول له أن الشعب المصري قرر أن يكون حرا غير تابع لأحد على الإطلاق. 97% لتحققها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي إجماع من الشعب المصري على أن الشعب المصري قرر أن يكون له الديمقراطية الخاصة به. الفرق بين الديمقراطية المصرية والديمقراطية العالمية أن الديمقراطية المصرية حارة بنبض القلوب وحرارة الأصوات. ديمقراطية مصر رغم انها في الصندوق ولكنها ديمقراطيه الرغيف السخن. عارفين العيش السخن؟ احنا عندنا ديمقراطيه سخنه، بننزل واحنا بنبضنا بقلوبنا بنحط اصواتنا في الانتخابات، وهذا غير موجود لا في اوروبا ولا في امريكا، لان الاعلام هناك ومصالح راس المال هي اللي تؤثر على الناخبين. الشعب المصري نزل عن بكره ابيه، وهذا يعني ان 30 يونيو كانت بمثابه السده الشتويه لنهر النيل. هنا خاطب الفلاحين، كلنا فلاحين عارفين ان في شهر يناير من كل سنه بيتم عمل سد شتويه عشان خاطر الماء تجف من الترع والمصارف ونطهر هذه الترع، ونبدا نطهر هذه الترع ونطلع كل ما لديها على اجناب الطريق. ما حدث بعد 30 يونيو ان الدوله المصريه قررت ان تقيم السده الشتويه لنهر النيل السياسي، وبالتالي خلال الفترة الماضية تم تجربة الإخوان ثم الليبراليين بقيادة البراغعي والببلاوي ثم بعض الاشتراكيين واليساريين، واليوم بعد أن نجح عبد الفتاح السيسي فإن المياه الصافية بدأت تضخ من جديد في شريان نهر النيل حتى تنطلق الدولة المصرية إلى الآفاق. القاهرة باتت كعبة العالم، ستأتي كل دول العالم وكل رؤساء العالم إلى القاهرة ليحجون إليها ويطوفون حول الحضارة المصرية، عكس ما كان في الأيام السابقة. الكل يتذكر في شهر 7 من كل عام كانت هناك بعثة اسمها بعثة طرق الأبواب إلى أمريكا، يخرج بعض رجال الأعمال المصريين المنتسبين إلى الغرفة الأمريكية المصرية ومعهم بعض الصحفيين يطرقون أبواب أمريكا. اليوم أمريكا هي التي ستأتي صاغرة إلى مصر. 30 يونيو هذه كانت ثورة للبشرية، واعتقد ان نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة رسالة للعالم تؤكد لهم ان مصر حضارة 7000 سنة لن تهزم. واذكر واقول مقولة سرا ان الجيش المصري والمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي اقسم بعد عام 67 لن نهزم بعد اليوم. اعتقد ان امريكا وعد الدرس القوي والجيد ما فعلته في المصريين وفي مصر من قبل 25 يناير وبعد 25 يناير حتى تجد الذريعة لاحتلال مصر وإشعال حرب أهلية وتفريق المنطقة حوالين مصر فيما يتعلق بتقسيم السودان ووجود الإرهاب في ليبيا وما يحدث في سوريا بالإضافة إلى إسرائيل وما كانت ينتوي أو تعتزم أمريكا فاعل له هي وإسرائيل بالتعاون مع الإخوان والإرهابيين في سيناء. أقول لهم أن الشعب المصري هو أذكى شعوب العالم. الشعب المصري هو دولة قامت بأساسها الجيش، هناك جيش أقام دولة، وأعتقد أن حب المصريين للجيش المصري أكبر من حبهم لأنفسهم، لأن لا فرق بين الجيش المصري والشعب المصري، لأن كل فرد في الدولة المصرية هو كان جندي في القوات المسلحة المصرية. الدلالة المؤكدة أن 97% تقول أن الشعب المصري عن بكرة أبيه. صح هناك 3% للأستاذ حمدين صباحي، هذا حقهم وأتمنى أن يقوم بمعارضة، لكن ال 97% مع الدولة المصرية ويقولون لأمريكا لن تسقط الدولة المصرية ولكن سقطت الثورة الأمريكية أو ما كانت تريد أمريكا. وأقول لكل ما يسمى النشطاء والحقوقيين لن تستطيع ثورة أيا كانت في العالم أن تسقط دولة، لأن المصريين هم من علموا العالم كيف تكون هناك صناعة الجيوش والأفكار الجديدة. في أكتوبر استخدموا المياه في خط بارليف، وفي 30 يونيو استخدموا نفس أسلحة أمريكا الفيس والتويتر. والشعب المصري الذي خرج بنبض القلب وحرارة الأصوات ليطالب بإلهاء الإخوان وعودة الدولة المصرية، وقد عادت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.